اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معايا النهارده حقن الدكسة. عايزه اقول لكم بس على حاجه ما كنتش بفتكر اقولها لكم، او اول مره انوه فيها عن فيديوهات قبل كده، ان انت اي حقن هتاخديها في البيت لازم تبصي على الاكسباير ديت. دي حقن الدكسة ميثازون. طبعا ما بناخدش اي حاجه الا تحت اشراف الطبيب، بس بتاخديها في البيت طبعا بتبقى انت مضطره لكده. لازم تبص على الاكسباير ديت. انا بوضحه لكم اهوت، في حاجه اسمه تاريخ الانتاج وفي حاجه اسمه تاريخ الانتهاء. اخر واحد دوت بيبقى هو انا بشاور لكم عليه اكسباير، اللي هي اي اكس بي. الاكس بي دوت هو الاكسباير ديت. لازم تتاكدي ان هي الحقنه لسه في ما انتهتش فتره الصلاحيه بتاعتها. اتاكدت ان هي كويسه، هنسمي الله ونبدا نفتح السرنجه بتاعتنا زي ما اتفقنا. بتفتحيها ما بتلمسيش اي جزء فيها. دي حقنة عضل سرنجة سوري 3 سنتي، اللي هي السن بتاعها صغير. في منها السن الكبير بس بصراحة بتبقى متعبة ومؤلمة، فأنا جايبة منها السن اللي هو يعني بتبقى اكسبتد لكل الناس، بيبقى مقبول وألمه خفيف. هنسمي الله ونبدأ نسحب الأنبول معانا. زي ما انتم شايفين بتبقى أوقات بتيجي تفتحي السن بيطلع معاكي، فبتضغطي على التب بتاع السن زي ما أنا بضغط عليه أهو. اه ضغطت عليه بايديا بدون ملمس السن نهائيا، عشان بس افتح السرنجة. دلوقتي بنبدأ نسحب الأنبول، هو 2 سنتي. بنبدأ نسحبه. وبعد ما بتسحبي بتخرجي الهواء اللي موجود كله فيه، عشان بس بتفضل الناس تقولك ما بنخرجش، لا اهو اللي هو بيخرج عادي. بتخبط عليها مجرد يعني طرقات خفيفة كده بتخرجي الهواء. وبتتاكدي ان الماده اهي، زي ما انا باكد لكم الميه اهي طلعت. بصوا في كام نقطه اهم طلعوا من قدام كده. بتاكد بس ان هي خرجت الهواء كله، ولو حصل وانت دخلتي هواء تاني بتخرجيه تاني. كده انا جهزتها وكده، يعني هي جاهزه معايا ان شاء الله هنديها. عايزه اقول لكم ان الحقنه ديت من اكتر الحقن اللي بتعمل لسعه في العضل شديده جدا جدا. كده هنسمي الله ونبدا نديها. بنديها فين؟ بنديها في العضلة الخلفية. زي ما اتفقنا بنقسم 4 تربع. بندي فين؟ الربع الخارجي. زي ما انا اهو بقسم بدي في الربع الخارجي. كده حددت المكان. همسحه مسحة خفيفة بس كده بقطنة بكحول، او ما عندكش كحول اي برفن او اي سبراي عندك فيه كحول بتعملي رشة على العضل خفيفة. وخلاص كده جاهزين معانا وهنبدأ نديها. لو انت بتديها لنفسك زي ما انا بعمل، بتجيبي بس حد يساعدك ان انتي تمسكي العضله. يعني كده بعلمهم بس يمسكوها ازاي العضله، عشان ما تبقاش بس يعني مؤلمه وانتي بتحقني. كده هنسمي الله. شفرة السن لفوق هتبدأي تحقني. زي ما قلت لكم السن دوت يعني سهل جدا في اختراق الجلد. كده بسحب السرنجه لورا اهو. سحبتها عشان بس بتفضل الناس تقول ما بتسحبيهاش، يعني كده سحبناها اتاكدنا مفيش دم. هنبدأ نحقنها. عايزة اقول لكم هتحسي بحرقان فظيع مع الحقنة الدكسة دي. ما تخافيش، ما تقوليش ان انا خدتها غلط. مش في العضل كل المخاوف اللي بتبقى حاصله لينا ديت. لا هي ان شاء الله في العضل بس. هي يعني هي طبيعتها بتحرق. تمام زي ما قلت لكم بتحرق، حرقانها صعب يعني. كده خلاص خلصناها. هوريكم بس ان كده ان شاء الله يعني مفيش دم خرج بعديها، مفيش اي حاجه. لو خرج برضو نقطتين دم ما تخافيش، بما ان انت عامله التست قبلها فما تخافيش خالص ان الدم يخرج او ما يخرجش.